وكان المنتشر انها مصريه، ولكن هي طلعت برضو من نفس الجنسيه او من جنسيه تانية، والاتنين بقى جائلين بيستثمروا في السوق عندنا في مصر. وطبعا شايفه تعليقات حضراتكم، احنا عندنا الضيوف بياكلوا بعض، احنا عندنا ضيوف زومبي، احنا مش عارف. الموضوع ما طلعش تهريج يا شباب، الموضوع طلع بجد. يعني في حادثه صادمه، هم بيقولوا انها حادثه صادمه في السودان، ان في قبيله السلامات دي موجوده في دارفور، قبيله السلامات وقبيله البني هلبة. في اقتتال، وانتوا عارفين طبعا هم على طول بيقطعوا في بعض، هم ناس مسالمه جدا، احنا اللي ناس شريره وبنقول عليهم حاجات مش كويسه، هم ناس مسالمه جدا. فالمهم يعني بيقتتلوا كده، ففي واحد من قبيله البني هلبة قتلوه، راحوا واخدين بعض الاجزاء منه بعد ما حرقوه وكلوها. فبيقولوا ان هو حاجه صادمه، يعني ان فيديو، لا وهم نشروا ده وهم بياكلوه. بيقول لك ايه بقى؟ فيديو صادم يهز السودان، مشاهد مروعه بحق قتيل من البني هلبة مثل بجثمانه واكل اجزاء منه تثير غضبا عارما، في مشهد وصفه متداولون بانه من ابشع المشاهد التي شهدها السودان خلال السنوات الاخيره. وبيتكلم بقى، أثار فيديو تم نشره عناصر من قبيلة السلامات حالة من الغضب والاستنكار الواسع بعد أن أظهر رجل مسنا من قبيلة السلامات وهو يقوم بأكل أجزاء من جثمان رجل من البني هلبة عقب مقتله وحرقه. واعتبر ناشطون ما ظهر في الفيديو يمثل سلوكا غير مسبوقا ودخيلا على المجتمع السوداني وقيمه وأعرافه، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تتجاوز حدود الصراع القبلي إلى مستويات خطيرة من الوحشية والانحطاط الإنساني. طبعا هم بيقولوا ان الحاجات دي دخيله عليهم، يعني وهو مش منطقي ان يعني ان يكون في بني ادمين بتاكل بعض، يعني اكيد برضو مش كل الناس كده، يعني او مش الناس السلامات والبني هلبة دول يعني اكيد مش كلهم كده. ولكن الغريب بقى ان في التعليقات ان حد من السودانيين، حد سوداني منزل الخبر بالفيديو بتاع الحاج الكبارة القمر ده وهو بياكل وبيعزم يعني من الراجل. المهم، ففي التعليقات واحد بيقول له يعني ان حرام عليك ان السودانيين اللي موجودين في فرنسا، انا مش عارفه الحقيقه اشمعنى فرنسا يعني، او المهاجرين، لا دلوقتي لما اليمين المتطرف يشوف الفيديوهات دي يعني هيستخدموها ضد السودانيين. هو مش محتاجين يمين متطرف يا فندم يستخدم الفيديوهات دي ضدكم، ده اي بني ادم في الدنيا، ده اي كائن باربع رجلين حتى هيستخدمها ضدكم، يعني مش لازم يكون يمين ومتطرف هيستخدمها ضدنا. فواحد تاني راح داخل قايل له يتفلقوا يعني مش مهم والحاجات دي كله. قال له ما هو دلوقتي هيقولوا الكيزان اللي هم الجيش السوداني، يعني الناس اللي مع الجيش السوداني ده، البراء اللي هو مصباح بتاع اللواء بتاع البراء ده اللي هو مع الجيش السوداني اللي اتمسك في رواندا، اللي بيقولوا ان هو متهم في قضايا ارهابيه، ما علينا يعني. فبيقول له دي اللواء بتاع البراء كان يعني بيفتح وياخد الكبد كده صاحي، بيشق وياخد كده مش عارفه ايه. فوقفوا او التعليقات بعد ما كان بيقول له ما تنشروش الكلام ده كله عشان سمعتنا كسودانيين، يعني هيقول لك ده الكيزان بيعملوا، لا ده بتوع الجنجويد بيعملوا، ما هو اللي في دارفور دول الجنجويد، لكن هو بقى بيتكلم على البراء اللي هو الجيش السوداني. فابتدوا يقولوا لبعض كل واحد بيعمل في التاني ايه، ده يقول له البراء ده كان افتح خد كده بياكل من بطن البني ادم، يعني ما علينا. التاني يقول له ما التانيين اهو مش عارف. ما هو الكومنتات دي احنا شايفينها، احنا شايفين كومنتاتكم يا جماعة، احنا شايفين كلامكم مع بعض. يعني ده احنا محتاجين نترجمه فرنساوي ونبعته لليمين المتطرف اللي بتتكلموا عليه؟ طب ما هو على عينك يا تاجر، احنا شايفين ومسجلين ومتابعين، وفي ناس خدوا التعليقات دي فعلا ترجموها. يا جماعة انتوا بتهرجوا. ولكن طبعا يجي الخبر ده بعد ما الست الإريترية كلت صباع واحدة وشالت عقلة منها يعني بسنانها ببقها كده. فلا فلا الموضوع ما طلعش تهريج يا جماعه، ده طلع بجد. في ناس اخواتك صحابك بياكلوا بعضيهم بره، ايه ده؟ فدي من ضمن المفارقات او الحاجات يعني اللي كنت حابه يعني اعلق عليها بعد الحادث الغريب اللي موجود في دارفور ده. ولكن في حاجه تانية برضو حابه اعرضها على حضراتكم، لانها بتثبت دايما كلامنا ان احنا صح، ان بيحصل تغير ديموغرافي في مصر. يوتيوبر وبلوجر أردني نزل يتفسح في مصر، المهم نزل يتمشى ويخرج والكلام ده كله، فلقى الشارع اللي دخله ان هو كله عبارة عن سودانيين، محلات سودانية، ستات سودانية، قهاوي سودانية، شعب سوداني. يعني هو حتى بيقولك كان كل شوية يبص يتأكد هو في مصر ولا في السودان. يوم رحت أزور خالتي، ولما وصلت المنطقة حسيت حالي ببلد ثانية وأنا لسه بمصر. أول محل سوداني، وثاني محل سوداني، وثالث محل برضه سوداني. هون بلشت أراجع اللوكيشن،
ولاد صغار بيلعبوا بالشارع، وشباب قاعدين مع بعض، ومحلات ومطاعم، وكل الناس عايش حياته الطبيعي. وانا الوحيد اللي كل متر بفتح بشوف الخريطة اتأكد اني لسه بمصر. قلت خلاص لازم تندمج. قعدت على القهوة وتعلمت السلام السوداني، ولا بسلم فيه بثقة ولا كأني هسه تعلمته. جابوا لي مشروب اسمه مديدة، يا رب اكون نطقت اسمه صح. جربته ولحد الان مش عارف اذا جد عجبني ولا انا كنت محترم زيادة. ولساتني قاعد على القهوة مع مخي اللي سافر على السودان، وفجأة واحد طلب هويتي. هويتي. قلت له ليش؟ قال لي مستحيل تكون أردني، انت مظبط اللهجة المصرية كثير. بس بصراحة كل الناس اللي قابلتهم كانوا طيبين بشكل مش طبيعي. هون فهمت ان السمع اشي والتجربة اشي ثاني. يعني باختصار بمصر ما بتحتاج فيزا عشان تسافر، بس انزل الشارع وامشي. تغير ديموغرافي ده ولا مش تغير ديموغرافي؟ بيتهيأ لنا حاجات، عندنا نوع من أنواع الهلاوس، ولا ده حقيقي؟ المهم زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الشارع يتحدث. احنا ناس وحشة، احنا مثيري فتن، احنا مباركيين، او احنا اخوان، انا مش عارفة احنا مين يعني بالظبط، ولكن الشارع بيتحدث عن نفسه. وهو الراجل لا مصري ولا سوداني، وبيتكلم على شوارع شكلها بقى سوداني، اكلها بقى سوداني، الكافيهات، المحلات، الستات، كل حتة اللي قاعدين فيها، وبقت اماكن يعني المفروض انها معروف انها اماكن مصرية تراثية مصرية، زي شارع المعز. النهاردة بقت الحنانات مالية شارع المعز، كل كام متر الست الكل اللطيفة الظريفة دي السودانية قاعدة بالكتالوج اللطيف بتاع الحنة بتاعها، وقاعدة بترسم حنة. الاستثمار كله عبارة عن كرسي وكرسي تاني الزبونة تقعد قدامها وتقعد ترسم. ده بقى شارع المعز بالمنظر ده. فحضراتكم احنا بنتكلم على تغير ديموغرافي، احنا اللي بنتكلم ولا الشارع هو اللي بيتكلم؟ هتو جاي يا اخوانا اقسم بالله من كوبومبو فداخل شارع عوض الحرس، هجيب بضاعة الشحن. لقيت سوداني اقسم بالله مرمي، اقسم بالله مطعون في بطنه، في صدره هنا بالظبط، يمكن السمك كده يجزس الريحة دي، يعني انت تشوف قلبه. اللي عملها سوداني بقول يا اخوانا ده ازاي مات كده؟ بقول ضرب وجرى. بغض النظر ده بني ادم وجرى، بس اللي عايز اقوله على فكرة ده لو كان مصري كنا برضو هنوقف وهنقول جرى وهنتفرج وشوف بقى مين يجيب حقه. العبرة في القتل، الجرائم دي ما كانتش عندنا في البلد. الشارع ده نفسه دلوقتي في الجريمة دي لما تبقى واحدة مصرية قاعدة وجوزها قاعد، لو راح الشغل وهي حضرت جريمة زي دي هتخاف تقعد في الشقة. اقسم برب العز انا ما رضيت اصور، ما ينفعش اصور لانه الولد انا لما شفته موت، والله العظيم ما تشوفوا منظره موت، ما طلعنا كده والله العظيم. وهنا عايزين قومة يا اخوانا، ما تقوموا يا اخوانا بقى، ما ينفعش علي الطلاق، ما ينفع كل يوم جريمة قتل جريمة قتل. احنا عدينا الحتت اللي هي كانت مثلا في بحر وكده كنا نتريق على الناس دي، مفيش الكلام ده معانا. لما يجوا اتنين غرباء يتشاكلوا في شارعي وواحد فيهم يقتل التاني، الشارع كله يتحاسب، بلا هم في بعضهم كده بلا مش ممن. قول لنا جبان وخواف وريحني. كيف واحد يطعن واحد ويجري واسيبه؟ الله يرحمه، الله يرحمه. حسب 23 24 سنه، والله لو شفت منظره والناس بتتفرج ما فيش غير واحد ابن حلال اقسم بالله قلع هدومه وكتم له الدم. قلت له غميله عينيه يا ولد عمي، قلت له انا العمليه عرفت لك ما بعرف اوطي يعني يا اخوانا. روح دلك الساعه كام دلوقتي؟ اهي 6:30 هتلاقي الدم في الشارع اقسم برب العز. ما نفوق بقى، نفوق ولا ايه؟ هنقول بقى هم في بعضهم ولا هنقول عيب علينا احنا؟ احنا عرفناهم من بعضهم من زمان قوي، بس احنا اللي نايمين لنا. وجريمه طيب بكره وبعده والحكومه هتعمل لك ايه ولا ايه الحكومه؟ ما انت لازم تبقى مع الشعب. انا جاي من كابومبو مش شايف فيها راجل سوداني. حباب ناس كابومبو ليه؟ بلدهم ومحافظين عليها، توصل لك؟ لكن احنا لا، وايجاراتهم رخيصه، لكن احنا الماده شاده. واحد يجي يقول لك والله يا بسعود اديهم دول، اديهم يستاهلوا الجماعه دول، وهو من تحت لتحت شغال. يخص عليكم بقيتوا تحبوا ده والنجاسه يعني نجاس. Explore the unknown